تخيل طفل يضيع وعمره 5 سنين وبعد 25 سنة يلقى أمه من جديد بفضل جوجل أيرث. والقصة حقيقية. الولد اسمه سيرو، عمره 5 سنين، وكان عايش مع أمه وأخوانه في كوخ صغير بمنطقة فقيرة في الهند. أمه كانت تكافح عشان تأكلهم وتعيشهم بأبسط شيء. وفي يوم راح مع أخوه الكبير لمحطة قطارات عشان يدورون أكل أو أي شيء يسد الجوع، لكن سو كان تعبان، فخلاه أخوه ينام على كرسي بالمحطة وقال له استناك برجع لك بعد شوي. بس أخوه ما رجع أبد. انصدم سو لما صحى، دور أخوه بكل مكان، حتى دخل القطار وبدأ ينادي عليه، لكن فجأة وهو داخل القطار نام مرة ثانية والقطار تحرك. بعد 14 ساعة نوم صحى ولقى نفسه في مدينة اسمها كولكاتا، تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن بيته. ما يعرف أحد، ما يفهم لهجتهم، ما يعرف يرجع، وبدأ ينام بالشوارع ويعيش على بقايا الأكل. بعد كم أسبوع لقى حرمة طيبة تشتغل في دار أيتام، ساعدته أخذته عندها، بس ما قدرت ترجعه لأهله لأنه ما يعرف اسم منطقته ولا كيف يرجع لها. ولما صار عمره 6 سنين تم تبنيه من عائلة أسترالية في تسمانيا، وصار عنده بيت، أهل جدد، حياة نظيفة. بس عمره ما نسى أمه ولا نسى الكوخ اللي كان فيه. ومرت السنين وصار عمره فوق 20، وواحد من أصحابه علمه على جوجل إيرث وقتها، قال يمكن أقدر ألقى مدينتي من هنا. وكل يوم بعد الدوام يجلس بالساعات يدور بين سكك الحديد، يدور على برج مويه يتذكره، جسر، سد، أي علامة تساعده يتذكر. وبعد 6 سنوات بحث لقاه، شاف علامات مألوفة وقال هذا هو المكان. حجز تذكرة وركب طيارة من أستراليا للهند ومشى بنفس الطريق اللي كان يمشيه وهو صغير. لكن الكوخ اختفى، مهدوم تماماً، بس قابل جار قديم ووراه صورة له وهو صغير. والجار قال أنا أعرف أمك، تعال أوديك لها. وبعد 25 سنة من الفراق وقف قدام أمه، حضنها وبكى، وهي ما صدقت عيونها ودمعها. وبعدها صار يزورها واشترى لها بيتاً تعيش فيه بكرامة. قصة فيها فقدان، أمل، رجعة، ولمة قلب.